حضرني موقف في شغلي القديم مع مديري. شغلي القديم ده اللي هو كان مرتبه اساسا مضروب بالنار. كنت يوميا ببعت سيفات في مصر كلها وبره مصر، وكنت ببعت من جهاز الشركه واللي عنده حاجه يروح يعملها. المهم، فقعدت صراحه كده ما بيني وبين مديري، بص لي نظره اب بيكره ابنه وقال لي: انت مالك يا احمد؟ قلت له: مالي في ايه؟ قال لي: ما بقتش عاجبني كده، مش زي الاول. ليه بقى بيقول لي كده؟ عشان قبلها بيوم كلموني في الشغل الساعه 11 بالليل وانا كنت في مناسبه عائليه، فما ردتش. مش ما شفتش الرساله مثلا، ولا ما سمعتش صوت الموبايل، لا انا مش سمعت صوت الموبايل ما ردتش، عشان ده برايفت تايم بتاعي وبتاع اسرتي وبتاع عائلتي. فانا بقيت وحش. احمد اللي كان مستباح واللي كان وقته لينا كله، من غير طبعا اوفر تايم، من غير بونص، من غير اي حاجه، بس كان مستباح. فانا كان ساعتها انا عاجب، يعني كنت ساعتها انا بقى بيحبني، بس مرتبه ما كانش بيحبني. قال لي: انت ما بقتش تشوف شغلك. قلت له: ليه؟ ما انا باجي في ميعادي وبمشي في ميعادي وملتزم وبشوف شغلي ال8 ساعات بتوع الشغل دول، يعني اللي بقدر اعمله بعمله بزياده كمان. قال لي: لا، ما بقتش اشوف شغلك. ففهمت ان هو عايزني اقلع هدومي وارجع زي الاول وارد بالليل، ويصحيني الفجر يسالني على حاجه عادي ارد. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا برنس، وفي اي حد بيعمل كده، في اي موظف، خصوصا لو هو مش بيقدره ماديا، مش بيديله مثلا اوفر تايم، مش بيديله مرتب فعلا يكفي ان هو يبقى حياته مستباحه بالشكل ده. او حتى يتفق يعني في الانترفيو، يقول له: انت شغلنا ده 24 ساعه، ما فيش حاجه اسمها 8 ساعات، شغلنا ده 24 ساعه. والله الموظف موافق، اهلا وسهلا. مش موافق خلاص. لا، ده ما بيحصلش، بس بتكتشفها بعد الشغل. ونظام بقى احراج، يحرجك بقى بالذوق، فاهمني؟ ونظام بقى يحطك قدام الامر الواقع، ونظام بقى لو انت ما عملتش كده هتبقى وحش والمغضوب عليهم في الشركه. انا خلصت منك والله يا برنس.